السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بقى النهاردة جاية لكم في فيديو، يعني عايزة اقول لكم انا اول فيديو اعمله وانا قلقانة بصراحة، ويعني بعمله بخوف. يعني انا زي ما انتم شايفين كده جبت تين شوكي وقررت ان انا اجرب واعمله كيكة. الفكرة جات لي منين؟ كنت بتابع قناة يعني من قنوات الطبخ وكده، وفجأة لقيتها بتعمل التين الشوكي ايس كريم. فبعدين معرفش ليه خطر بالي ان انا ايه المشكلة لو عملته مثلا عصير وحطيت عليه كوبايتين دقيق وخطوات الكيكة واجرب واشوفه هيطلع ايه. وبالفعل اتكلت على الله وقلت انا هجربها وزي ما تيجي تيجي. فزي ما انتوا شايفين انا جايبة ده ب20 جنيه تين شوكي. الواحدة يعني التلاتة ب5 يعني تمام. وجبت بيضتين وكوبايتين دقيق، وطبعا الكوبايتين دول قليلين، انا عوزت كمان نص كوباية، نص كوباية زيت وكوباية سكر، وطبعا بيكنج باودر وفانيليا. واول حاجة عملتها ان انا حطيت التين الشوكي، حطه في الكبة، حابة تحطيه في الخلاط براحتك، بس طبعا انا بكسل انزل الخلاط لانه يعني خلاط اللي هو العيلة، فانا بكسل اركبه وانزله كده، فبستسهل وباجي مشغلة الكبة يعني. هنا بقى انا حطيت السكر على التين الشوكي، يعني انا عملته معاملة العصير بصراحة يعني، وحطيت عليه كوباية مية وضربته في الخلاط. وبعد كده بقى صفيته، وطبعا لازم اهم شيء تصفيه بمصفى تكون عينيها ضيقه علشان البذر بتاعه ما يطلعش، يعني ما ينزلش في المصفى وكده. هنا بقى طبعا انا عملت الخطوات يمكن مختلفه شويه عن طريقه الكيكه اللي احنا بنعملها. حطيت الفانيليا على البيض عادي، بس بدل ما اضربهم لوحدهم انا حطيتهم على العصير بتاع التين الشوكي ده وقلبتهم كلهم مع بعض. حابه تحطيهم في الخلاط او في الكبة وتضربيهم كلهم مع بعض براحتك، بس انا يعني حبيت اجرب الوصفة يعني باسهل الطرق يعني. فقررت ان انا احط المكونات كلها على سائل التين الشوكي اللي انا ضربته في الخلاط، واقلبهم كده كلهم في قلب بعضهم، يعني تقدروا تقولوا انا عملتها كيكة بالبركة يعني، وزي ما تيجي تيجي يعني. هي الفكرة طقت في دماغي، وبصراحة قلت ايه لما اجربها. طبعا مش حابة تعملي زي ما انا ما عملت وتضربي البيض الاول مع الزيت مثلا والفانيليا، لان طبعا يعتبر انا حطيت السكر على العصير، وبعد كده تنزلي بالعصير عليهم براحتك، بس انا حسيت ان كلها في النهاية النتيجة واحدة يعني. هنا بقى طبعا انا استخدمت المضرب اليدوي. يعني عايزه اعرفك ان انت يعني ممكن باقل الامكانيات تشتغلي فيها. وهنا بقى حطيت معلقه خل، يعني معلقه من معلقه اللي هي الاكل دي، حطيتها خل طبعا ما كانتش مليانه قوي، وقلبتهم. وبعد كده بقى هنزل بالدقيق. طبعا انا هنا كنت مجهزه معاكم كوبايتين دقيق، بس طبعا الكميه خدت اكتر من كوبايتين، يعني انا حطيت كمان نص كوبايه، وهتشوفوا في الفيديو دلوقتي يعني وانا شغاله فيها. طبعا يعني جربوها ان عجبتكم تمام. مش عارفه ممكن تعجب الكل ولا لا، يعني انا لما عملتها بصراحه انا عملتها ونزلت الفيديو على طول ودقتها. يعني هي بالنسبه لي كان طعمها مقبول، وبالنسبه لماما برضو هي عجبت ماما جدا. بس مش عارفه يعني ممكن يعني هل ممكن تعجب كل الناس ولا لا، بس هي طعمها جميل بصراحه. بس للامانه بتحس ان هي ليها كده طعم وانتي بتاكليها، عارفة طعم القرع العسل؟ هي فيها يعني واخدة من نكهة قرع العسل. مش عارفة يعني انا حسيتها كده. بس بصراحة يعني للأمانة هي مقبولة وكويسة، يعني ده بالنسبة لي. معرفش بقى بالنسبة للي يجربها، ممكن تجربوها وبعد كده يرجعوا اكتبولي في الكومنتات رأيكم فيها بصراحة كانت ايه. انا شخصيا شفتها كويسة، بس في ناس يمكن ما بتحبش قرع العسل، فممكن ايه ترفض الطعم. انا حسيت ان هي فيها طعم بسيط من قرع العسل، مش عارفة ليه، بس بصراحة ريحتها كانت جميلة جدا بصراحة يعني. هنا بقى طبعا حطيت نص كوباية دقيق كمان، وبدأت بقى ان انا ايه اقلبهم بقى بالمضرب. عندك بقى مثلا مضرب كهربا تمام مفيش اي مشكلة، براحتك يعني اشتغلي بقى بالطريقة اللي انتي تحبيها. عايزة تعملي كله في الخلاط برضو زي ما قلتلك براحتك خالص. بس انا يعني بحب الحاجة اللي بتطق في دماغي دي، بحب اقوم اعملها كده بالبركة وزي ما تيجي تيجي بصراحة يعني. طبعا اللي خلاني يطق في دماغي ان انا اعملها ان انا لقيت الكيكات احنا بنعملها باطعم كتير، فجيت قلت طيب ما اجرب، يعني ايه اللي هيخسر ايه يعني لما اجرب واعملها.
اه والله طلعت حلوة تمام هنزلها، ما طلعتش حلوة خلاص مش هنزلها. فبالنسبة لي كانت بصراحة مقبولة. هنا بقى طبعا جبت الصينية دهنتها سمنة، وحطيت فيها يعني رشة دقيق وكده، بحيث ان انا اعمل طبقة يعني في قاع الصينية. ونزلت بقى بخليط الكيكة. عايزة بقى تزينيها مثلا بشوية مكسرات براحتك، عايزة ترش عليها حبة جوز الهند براحتك. هنا طبعا كنت مشغلة فرن البوتاجاز العادي ودخلتها فيه. طبعا لو انتي هتستخدمي الفرن الكهرباء هتشغلي على فوق وتحت، انما الفرن العادي شغلتها تحت الاول بعد كده ولعت الشواية. وده بقى بصراحة شكلها، يعني انا بصراحة يعني مطلعاها من الفرن، ويعني واللي هو ايه مش متوقعة بصراحة ان شكلها يطلع كده بصراحة. انا عملتها وتوقعت ان الوصفة هتطلع بايظة ومش حلوة، بس بصراحة لقيتها ما شاء الله عليت. وهنا طبعا كانت سخنة جدا جدا وانا بضغط عليها بصوابعي، معرفش وشها شقق ليه، مش عارفة بصراحة يعني السبب ايه، بس هي يعني ايه يعتبر يعني وشها فتح شوية كده من الجوانب. برضو انا هنا اختبرتها عشان اشوفها استوت ولا لا. ممكن تعمليها بخلة او بسكينة، زي ما انتوا شايفين هي مستوية، سكينة طالعة نظيفة ما فيهاش اي حاجة خالص. طبعا انا ما استنيتش عليها بقى لما تبرد وغرفتها على طول. وده شكلها النهائي. لو عجبتكم جربوها واكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.